يا صباح السعادة والأسعار الزيادة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة جامد جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لأن وسط الغلا اللي احنا فيه والأسعار اللي هي عليت مرة واحدة، المطاعم بدأت تعمل حاجة في الفلافل، علشان طبعا الفول اللي هي البقوليات اللي بيعملوا بيها الفلافل غلي، والسعر بقي الدبل يعني. فقرروا يعملوا ايه علشان يوفقوا بين الاسعار، وان هم يعملوا حاجة نظيفة وكمان ما تكونش في التكلفة كتير عليهم. النهاردة جاية لكم بالسر اللي هقول لكم فيه وهعرفكم بالدليل، وكمان هتجربوا بنفسكم. اي حد هيجرب اللي انا عملته النهاردة، اللي انا اخدت السر ده من المطاعم، هتعرفوا ان الكلام ده حقيقي وحاجة كمان مفيدة وغذائية، قيمة غذائية حلوة جدا. الاول نسيت اقول لكم ان انا معايا ايه علشان نعمل الفلافل بتاعتنا الجميله. الفلافل طبعا معتاده، احنا بنجيب الفول وبننقعه، طبعا بننضفه كويس جدا. بننقعه ليله كامله، واول ما نلاقيه طري معانا بنجهز الخضره، ومعانا البصل والثوم والكزبره. طبعا الفلافل لازم كزبره. حابه تضيفي سمسم طبعا ده انتي لما تيجي تحمريها. انا ضايفه هنا الاضافات بتاعتي: قرنين فلفل شطه، وكمان الاضافه الجميله هقول لكم لما تيجي قصادكم في الفيديو. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب. انا عارفه ان انا وحشتكم غايبه عنكم فتره. اتمنى فيديو النهارده يا رب يكون خفيف على قلبكم، وتكون وسط الغلا الاسعار ده اقدر اقدم لكم فكره سهله وبسيطه ومكونات موجوده جوه البيت، وكمان الطعم حلو جدا. جربوا فيديو النهارده هيعجبكم جدا جدا جدا. عايزه بقى اي حد يجرب الوصفه النهارده يقول لنا رايه في الكومنتات. الوصفه دي قال لي عليها والدي، ربنا يحفظه لي يا رب العالمين، وهو اللي قال لي اضيف الاضافه دي لان المطاعم بتعمل كده في الغلا. فجربتها بصراحه كانت فرق حلوه جدا. دي الكزبره بعد ما فرمتهم، طبعا فرمنهم في المكنه عندنا في البيت. المكنه دي بتاعت لحمه مفرومه يا جماعه، اللي بيفرموا عليها اللحمه. تمام. دي الاضافه بقى بتاعتنا الجميله، ايه اللي انا فرمته مع الفلافل ده. آه لو حد يعرف يقول في الكومنتات قبل ما انا هقول. بصوا بقى، طبعا احنا المعتاد بتاعتنا الفلافل اللي هي الفول والبصل والثوم والخضره وكده. تمام. ده بقى بطاطس مهروسه. شفتوا بقى بطاطس مهروسه للامانه خلت طعم الطعميه حلو جدا جدا وما تشربتش زيت. ليه انا عامله الفلافل كده بعد ما خلصتها؟ لاني انا بكيسها في اكياس. كل قطعه من دول بتبقى طبخه او سوري وجبه عندنا، وجبه فطار. تمام. على فكره ممكن انتي لو افراد قليله في عيلتك تقدر تقسميها على 2. هنا كيستهم في الاكياس اللي قلت لكم عليهم. وكده الفيديو النهارده بتاعنا خلص. يا رب اقدر اكون وصلت لكم معلومه. جربوها وجربوا بالاضافه البطاطس، وقولوا لي رايكم في الكومنتات، واسيبكم على خير.